هقول لك النهارده على 3 فنتات لو اتقنتهم هتعدي من اي حد. وزي ما اتفقنا ان في كل فنت لازم نروح دايركت على المدافع الاول عشان نثبته. واول خطوه بالنسبه لنا ان انا بروح يمين عشان اجيب المدافع معايا. وتاني ستيب هو ان انا برجع يميني تاني بعد رجله اليمين وبعدي ايديا من تحت ايديه على طول، وبرفع ايديه اعدي واحط شمال قدام واشوف بعدها على الجول. وتاني فنت معانا هو المروحه. وكالعاده بروح دايركت على المدافع وبحط اليمين. واهم حاجه ان انا ما ينفعش اطلع ايديا من هنا بالمروحه عشان المدافع ما يقطعهاش، لازم ارجع بظهري لورا عشان المدافع ما يجيبش ايديا. تاني حاجه بالنسبه لرجليا، ايديا بتتحرك على طول مع رجليا وبترجع بعد رجليه كده هو على طول وبسرعه وبقوه اهي كده. وعلى طول بخش من هنا بلف كالعاده رجلي الشمال للجون وبنط اشوط. وهوريها لك اسرع دلوقتي. تالت حاجه بالنسبه لنا هي المروحه بدوران. هي نفس اسلوب المروحه بالظبط ونفس الحاجه، بحط اليمين وبرده بسحب ايديا مع رجليا واحط اليمين الناحيه الثانيه. بس الفرق في حاجه بسيطه خالص، ان المدافع بيكون ارتكز على طول على الرجلين الاثنين هنا وخلاص قفل عليا. فاونلي اوبشن بالنسبه لي ان انا على طول بلف وسطي واحط رجليا الشمال هنا وانط اشوط. في حاجه ثانيه، لو ما لحقتش ولفيت ورجليا جت هنا مش لازم ادوس على نفسي قوي والف دايركت، لا عادي ممكن احط رجليا واروح على الجون عادي. بس انا يعتبر عديت من المدافع. وهوريكم كل ده برده بسرعه. ودول كانوا 3 مهارات لو اتقنتهم تقدر تعدي بيهم من اي حد. لو عايز تتعلم الحاجات دي تقدر تنورنا في الاكاديميه وتكلمنا على الرقم ده او تبعت لنا رساله عشان ابعت لك التفاصيل ومواعيد التمارين. وطور من نفسك وما تضيعش وقت. وخليك فاكر ان تشانس ميكرز مش مجرد اكاديميه عاديه، احنا بنصنع فرصه لعيب جامد. تشانس ميكرز، ميك يور اون تشانس.